انا عشان احدد بقى الدعوم والمقاومات دي، خلينا اديك شويه قواعد كده، قواعد للدعم والمقاومه عشان تطلع احسن نتيجه ممكنه منهم. اول حاجه، الدعوم والمقاومات اللي بتكون واضحه بالعين المجرده اكتر بيكون ليها تاثير اكبر. يعني انا مجرد ما اشوف كده ان اهو فدي باينه قوي بالنسبه لي، يبقى دي كده تاثيرها اقوى. فكل ما كان الدعم والمقاومه اكثر وضوحا كلما زاد تاثيرهم على الرسم البياني او الشرط. تمام. طيب رقم 2، الدعم والمقاومه اللي بياخدوا وقت اطول، اللي بيقعدوا وقت اطول محتفظين بالخصائص بتاعتها. يعني لو مقاومه مثلا فقعدت وقت اطول في ان هي كل ما السعر يجي عندها ينزل، كل ما يجي عندها تقاوم وهكذا، دي طبعا اكثر تاثيرا واكثر قوه. زي الترند بالظبط، كل ما كان الترند على فريم على مستوى زمني اطول كل ما كان اقوى واحسن بالنسبه لنا. تمام. فيبقى تاني حاجه، الدعوم والمقاومات ذات الفتره الاطول لها تاثير اقوى على الحركه السعريه. طيب رقم 3، كل ما زاد عدد مرات الارتداد، كل ما زاد ايه من دعم او مقاومه كل ما زاد تاثيرها. يعني انا دلوقتي عندي مقاومه اهي جينا عندها مرتين بس، ماشي، وبعدين التالتة كسرها، وعندي مقاومه تاني جينا عندها مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، انهي اقوى؟ دي طبعا. تمام. يبقى كلما زاد عدد مرات الارتداد زادت اهميه او قوه الايه الدعم او المقاومه. ماشي، حلو جدا. رقم 4، كل ما الفريم اللي انت شغال عليه كبر كل ما زادت اهميه وقوه الدعم والمقاومه. يعني برضو كل ما زادت المده اللي انت راسم بيها احسن زادت، وبرضو في نفس الوقت كل ما زاد الفريم، يعني لو ده على فريم النص ساعه غير ما يكون على فريم اليوم. يعني لما يكون في مقاومه على الفريم اليومي تبقى قويه جدا، لكن مقاومه على فريم النص ساعه سهله تتكسر، لان انت خلال يعني نص ساعه ساعه ساعتين ثلاثه هتكون راحت لها مره واثنين وثلاثه، ممكن في الرابعه تكسرها. فهمنا؟ طيب يبقى رقم 4 كده لو عايزين نكتبها هنقول ايه؟ كل ما زاد أو كلما زاد الإطار الزمني كلما زادت قوة وتأثير الدعم والمقاومة. طيب رقم 5، مستوى الدعم والمقاومة الأحدث أكثر أهمية. يعني إيه؟ يعني أنا جيت على الشرط أهو، والشرط أهو بالنسبة لي كده 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 كده، فأنا لو عايز أرسم دعوم ومقاومات، والله هنا آدي ده مقاومة ليه أهو، وهو ده كده مستوى مقاومة بمده بقى طبعا عشان لو رحنا له تاني. طيب وهنا 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 آدي مستوى دعم. طيب هنا آدي مستوى مقاومة، وهنا آدي مستوى دعم. فين الحتة اللي أنا أركز عليها؟ اللي إحنا فيها الأحدث دول. يعني أنا لو هطلع يبقى دي أول مقاومة هبص عليها، لما نكسرها هبص على أقدم منها، لو في أقدم منها كمان أبص على اللي بعديها لما أروح لها. فالأحدث أهم بالنسبة لي. يعني ما تقوليش ما في مقاومة هنا وفي مقاومة هنا لا أنا هاخد اللي فوق، لا، ما هو أنت عندك واحدة قبليها أحدث منها، بناخد بالأحدث. تمام. يبقى رقم 5، الدعم والمقاومة الأحدث أقوى من الأقدم. تمام. حلو. رقم 6، لازم السعر يقفل فوق أو يغلق، يعني يطلع فوق مستوى دعم أو مقاومة بصورة واضحة عشان يسمى كسر. دي احنا فهمناها من شوية خلاص. عشان اسميه كسر حقيقي لازم السعر يكون اغلق بصوره واضحه فوق الدعم او المقاومه ويعمل لها اعاده اختبار. يعني ايه؟ يعني لو انا عندي مستوى اهو وادي مقاومه ادي 2 3 وكسر، لازم يرجع هنا ويبدا يعمل لي قمم تاني، يعني يكسر ويعمل اعاده اختبار عشان ياكد عليا ان ايه، ان الجزء ده فعلا بقى دعم مش بقى مقاومه، عشان اقول ان ده فعلا كسر حقيقي مش كسر كاذب. طيب حاجه مهمه قلناها المره اللي فاتت، ميك ذا ترند يور فريند. يعني ايه؟ يعني لو انا اصلا عندي اتجاه صاعد ماشي وعندي دعوم مقاومات كده كده بتظهر على الشارت، يعني زي المنطقه دي مثلا، ما انا عندي اهي مقاومات وعندي دعوم، اركز على البيع ولا اركز على الشراء؟
هنا يجي دور الترند. لازم اعرف هو انا اتجاهي ايه. انا كده اتجاهي ايه؟ اتجاهي صاعد، يبقى انا اشتري من الدعوم، ما بيعش من المقاومات، اقفل صفقاتي عند المقاومات. لكن لما احب اشتري منين؟ من الدعوم. ليه؟ عشان اتجاهي صاعد اصلا، فالشراء بالنسبه لي افضل. انك تخسر مع اتجاه السوق اقل، نسبتها انها حدوثها تبقى اقل من ان انت تخش عكس السوق. خلاص كده؟ حلو. والعكس صحيح طبعا، لو انت عندك اتجاه هابط بتركز على صفقات البيع من المقاومات مش الشراء من الدعم. تمام؟ دي كده الحاجات اللي انت تحطها في عين الاعتبار وانت بتشتغل على الدعوم والمقاومات. تاني، انت بتحدد القيمه الموقعه من الاحدث للاقدم. ماشي؟ هنا عكس الترند. الترند بنرسمه من الشمال لليمين، لكن الدعوم والمقاومات هترسم في الجزء اليمين الاول، بعد كده ترجع بالزمن لايه؟ لورا. خلاص؟ عشان تهتم باليمين الاول. عادي ممكن ترسم من الشمال، مفيش مشكله، ولكن لازم تهتم باخر حاجه حصلت، هي الاهم بالنسبه لك. تمام؟ طبعا يفضل ان انت تهتم بالدعوم والمقاومات اللي على الفريمات الكبيره، لان هي بتبقى اقوى. يعني انت لما تحدد ترسم مثلا فريمات، تجيب الفريم اليومي تحدد عليه الدعوم والمقاومات، بعد كده تنزل للساعه والاربع ساعات وتحدد الدعوم والمقاومات عليه، عشان يبقى عندك ايه؟ ليفلات كده. وطبعا كل دعم او مقاومه عند كل مستوى بتعمله بلون. طيب انا عارف ان انت اتلخبطت دلوقتي، تعالى بكل بساطه نشوفها مع بعض. انا عارف الدرس طول، ولكن عشان ايه؟ تطلع منه فاهم ما يبقاش الموضوع ليه ديل يعني. انا دلوقتي عشان احدد الدعوم والمقاومات صح جدا على الشارت بعمل ايه؟ بجيب مثلا هنا بختار من هنا بختار فريم، هجيب مثلا 1 داي يعني كل شمعة بيوم. ماشي؟ طيب فين كده اماكن الدعم بالنسبه لي واماكن المقاومه؟ بحدد احدث حاجه، خلينا اشوف اللي انا واقف عليهم دلوقتي. الموضوع بمجرد النظر اهو، المنطقه دي كده منطقه دعم، كل ما السعر بيجي عندها بيطلع، صح؟ وادي المنطقه دي منطقه ايه؟ منطقه مقاومه. واشد كده الخط اهو، برسم من عند ايه؟ جسم الشموع يا جماعه. الدعوم والمقاومات يستحسن ان انت ترسمها على جسم الشمعة مش على الديل، يعني ما تجيش عند الديل من تحت خالص وترسم. تمام؟ وهنفهم ليه بعد كده. خلاص؟ على عكس الترند، الترند بترسمه من الديل. ماشي؟ حلو. ده كده على فريم اليوم. اروح نازل مثلا للاربع ساعات. بص لما تنزل بقى الاربع ساعات يبدا يظهر لك ايه؟ دعوم ومقاومات فرعيه جوه الاساسي. فانا دول مثلا اعملهم باللون الازرق زي ما احنا عاملين. هروح جاي مثلا هنا اهو، في دعم هنا صغير صح؟ بس اعمل له لون ايه؟ لون مثلا مختلف، لون اصفر مثلا. طيب والدعم، الدعم هو لسه ما فيهوش اي اختلاف. حلو. هل في مقاومات تاني؟ بص كده، ما انا عندي كل المنطقه دي كده مقاومه اهي، جت عندها السعر 3 مرات ونزل، صح؟ حلو. يبقى ده كده على فريم الاربع ساعات. طب انا راجل انزل تاني على فريم مثلا ربع ساعه. بص على فريم الربع ساعه بدا يظهر عندي ايه؟ دعوم ومقاومات تاني مختلفه وترندات مختلفه. يعني عندي مثلا ترند اهو بدا يظهر اهو، صح؟ ده ما كانش ظاهر على الفريمات الكبيره. وكان عندي اصلا قبليها برضو ترند هابط اهو، برضو ما كانش ظاهر على الفريمات اللي قبليها. مظبوط كده؟ طيب عندي دعوم ومقاومات، نبص كده مع بعض. عندي مثلا الحته دي كده، الحته دي السعر وقف عندها اكتر من مره اهي. نعملها بلون تاني عشان دي ايه؟ منطقه مختلفه اهي. يبقى انا كده حددت كل المناطق. طب فين اكتر منطقه قويه؟ اللي بالاحمر. ليه؟ عشان دي على فريم اليوم. طب فين الاضعف منها شويه؟ اللي بالاصفر. طب فين اضعف واحده؟ اللي بالازرق. بس انهي اكتر واحده انا اهتم بيها دلوقتي؟ اللي بالازرق. ليه؟ عشان هي احدث واحده. فانا دلوقتي متوقع ان السعر، وطبعا عندي هنا برضو كانت مقاومه اهي لان السعر نزل منها قبل كده، فبرسم عندها اهو واطولها كده. فانا دلوقتي اللي انا متوقعه ايه؟ السعر يا اما هيطلع للمقاومه دي وبعد كده ينزل، فينزل لحد الدعم ده، يا اما السعر من هنا هيعمل ايه؟ ممكن ينزل كده لحد الدعم ده اهو، نكبره بس كده، ومن هنا يبدا يعمل ايه؟ نشوف بقى هيطلع ولا ايه اللي هيحصل تاني. فهمنا يا جماعه؟ ده كده ازاي بتعامل مع الدعوم والمقاومات، وازاي بعمل كذا لون وبتاع، بحيث ان انا الشرط بتاعي يبدا يبقى ايه؟ يبقى واضح كده. انت كده بدات اهو يبقى الشرط بالنسبه لك واضح. خلاص؟ طيب فرضنا ان احنا طلعنا وكسرنا الاصفر ده، خلاص يبقى الاصفر ده بالنسبه لي بقى ايه؟ بقى دعم مش بقى مقاومه. ليه؟ لان زي ما اتفقنا ان هو بيبقى مستويات تبادليه. تمام؟ احنا كده خلصنا كل ما يخص الدعوم والمقاومات. عرفنا الكسر، عرفنا الاختراق، عرفنا ازاي بنتعامل مع الدعم والمقاومه، عرفنا ازاي بنرسمه، وخدنا امثله على الشرط.
اعتقد ان انت خلاص كده مفيش اي حاجه تاني محتاجها في موضوع الدعم والمقاومه. محتاج بس ان انت تعمل حاجه واحده مهمه جدا بعد كل درس: التطبيق. لان انا اكيد مش هينفع افتح معاك دلوقتي في الدرس واقعد اطبق لك 20 مثال مثلا، هنقعد في الدرس ده ساعه وانت هتقفل الفيديو اساسا. فاحنا هنعمل ايه؟ هتبدا انت تطبق الكلام ده لوحدك على الشارت، تجربه بقى على الذهب، على الدولار، يورو، على كل العملات المختلفه، على اي حاجه. اختار اي واحد وابدا طلع عليه دعوم ومقاومات وارسم وشوف. بعد شويه بص السعر عمل ايه، راح عند الدعم ده تفاعل معاه ولا لا، طب هنا لا، هنا كسر كاذب، هنا كذا. عشان عينك كل ما تشوف اكتر. جماعه التريدر الشاطر اللي بيتابع كتير، مش اللي بيخش صفقات كتير. تمام. فمهم جدا ان انت تتابع، تعود عينك على الشارت عشان تقدر بمجرد النظر تطلع الدعم والمقاومه. انا عارف مثلا ان انا في حاجات طلعتها انت ممكن ما بتكونش واخد بالك منها، لكن بمجرد ما انت بتشوف كتير هتلاقي عينك تلقائي بقت خلاص بتقدر تحدد الاتجاه بمجرد النظر، دعم مجرد النظر، المقاومه مجرد النظر، ويبقى الموضوع بالنسبه لك ان شاء الله سهل جدا مع الممارسه. لو عندك اي سؤال اكتب لي، اكيد انا هرد على كل الناس، ولو في حاجه محتاجه شرح اكتر هنشرحها تاني مفيش اي مشكله. وان شاء الله الدرس الجاي هنبدا نكمل برضو على الدعوم والمقاومات دي، في حاجات تانية هناخدها مع بعض. فخليك متابعني لو انت مش متابع، ولو انت مشوفش الدروس اللي فاتت ارجع شوفها. وان شاء الله نتقابل الدرس الجاي على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.